بسم الله الرحمن الرحيم. خيال ظل أو صندوق عجب، دمى وعرائس لعب، والحكاية صوت الناس على عتبات البيوت، وفيها يكون الصمت فضة والكلام من ذهب. سعادة الفنان خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، سعادة الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح، سعادة الدكتور مصطفى سليم رئيس المركز القومي للمسرح، سعادة الأستاذ محمد نور الدين مدير مسرح العرائس، سعادة الدكتور سامح مهران عضو مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، الزملاء من المشاركين الباحثين والعرائسيين من مختلف الدول العربية، السيدات والسادة الحضور. اسمحوا لي بداية أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، والذي يتابع بكل اهتمام مجريات هذا الملتقى، وهو العاشق للمسرح والعاشق لمصر. أيها الأعزاء، قبل أيام أنهى جمع من العرائسيين وفنانو الخيال والحكاية مشاركتهم في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، وقد تم ذلك من خلال التنسيق بين الهيئة العربية للمسرح ومعهد الشارقة للتراث، وقد كانوا قلب الملتقى النابض. وقبل يومين كان العرائسيون والمعهد العالي للفن المسرح والمركز الوطني لفن العرائس يحتفلون بمرور عام على انعقاد الدورة الثانية من الملتقى في تونس. هكذا هي رحلة هذه الفنون وهؤلاء الفنانين. تلك الرحلة التي كانت حلم إلى أن جاء عام 2013، حيث بدأ الحلم يفرض نفسه على المشهد المسرحي. فكان الملتقى الأول في ديسمبر 2013 ليكون كما أول الخيوط في نسيج لوحة قشيبة، بشارة لبصيص فرح، ميلادا كانت شارقة سلطان مهدا له، وموعدا لميلاد الملتقى العربي الأول. تلاقحت الرؤى وحلقت الأحلام وتنوعت الإبداعات، وطار العرائسيون على بساط الريح عبر وطنهم والعالم، كما لو كانوا مجموعة طالعة من 1000 ليلة وليلة، كما لو أنهم هربوا من صندوق الذكريات ليصنعوا حاضر الذاكرة. الحقيقة تفرض روحها لينطلق الملتقى في خطوة جريئة في شهر إبريل عام 2014، حين اختبر ذاته بمزيجه العربي في مناسبة مفتوحة على ثقافات العالم المختلفة التي تلتقي في أيام الشارقة التراثية، لتكون لغة هذه الفنون لغة عالمية لا تقف عند حدود المنطوق، إذ شارك 12 فنانا عربيا في ورشة مفتوحة على مدار 20 يوما من التفاعل مع آلاف ارتادوا الأيام التراثية تحت عنوان العب وتعلم وامتلك دنيتك. ثم جاءت الخطوة التالية للملتقى، وكانت تونس حاضنة الدورة الثانية ورافعة لمحتواه العلمي والعملي من خلال مبدعيها ومعلميها وشبابها في المعهد العالي للفن المسرحي والمركز الوطني لفن العرائس، لتكون هذه الدورة متوجة بتكريم قامتين عاليتين هما الدكتور نادي شاكر من مصر ومحي الدين بن عبد الله من تونس. أصبحت عائلة كبيرة، تلك هي عائلة فناني الدمى والعرائس وفنون عرض خيال الظل والأراجوز والحكوات وصندوق العجب. لقد أصبحوا ينظمون نبضهم ويعيدون ترتيب أدواتهم، شدوا أزر بعضهم بعضا، وصارت هذه الفعاليات التي تتوسع وتترسخ تحضر في فضاءات عديدة. فقبل أيام طاروا على بساطهم وحطوا في الشارقة، حيث أنجزت الهيئة مشاركة واسعة للعرائسيين وفناني خيال الظل والحكواتية وصندوق العجب في ملتقى الشارقة الدولي للراوي. وها هي الخطوة الثالثة في الدورة الثالثة تستقبلهم على بساطهم، تستقبل الحالمين في مصر، ليكون هذا اللقاء ليلة كبيرة تزدهي بروح مصر المبدع الممتدة من الفلاح الفصيح إلى نبض الناس في شوارع مصر وهم يحلمون بالجمال والحرية، ليلتحم العرائسيون بالفضاءات المفتوحة، لتعود فنونهم إليها هي رحمها الأول وهي سدرة منتهاها.
وليتوج الملتقى ليلته الكبيرة بالانحياز للفنانين الشعبيين انتماء وثقافة بتكريم عم صابر المصري والفلسطيني عادل الترتير، فادخلوها بسلام آمنين ورددوا أناشيد فرحها وزهو عرائسيها. وهنا لا بد من الذكر والشكر لكل من ساهم في تحقيق الحلم هنا في القاهرة، فقطاع الإنتاج الثقافي الذي وقف شريكا في الأمر بإدارتين السابقة والحالية يستحق التقدير، فشكرا لدكتور سيد خاطر وللفنان الدينامو خالد جلال، والبيت الفني للمسرح بقيادة هذا الفنان المغرم صبابة فتوح أحمد كان في الموعد، والمركز القومي للمسرح بقيادتيه السابقة والحالية قدم مجهودا عاليا يستحق الاحترام، فشكرا لدكتور سيد علي وشكرا للحيوي دكتور مصطفى سليم. وأمام تلك المؤسسة العربية الرائدة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة محمد نور الدين نقف احترام، وما كان الشكر ليستثني كافة العاملين بمعية هذه القيادات الجادة. ومن هنا أزجي التحية لإدارات المجلس الأعلى للثقافة ومسرح الهناجر والحديقة الثقافية الحوض المرصود وبيت السحيمي وكافة العاملين في هذه المواقع. وبعد فإنني أتوجه بالشكر الخاص لمعالي الوزير المثقف حلمي النمر الذي فتح الأبواب مشرعة أمام التجربة لأنه يؤمن بأهدافها. وأنتم أيها العرائسيون من كافة أنحاء الوطن العربي سواء كنتم باحثين أو مدربين أو متدربين مكرمين أو محتفى بكم على منصات الإبداع، هذه جولتكم وهذه صولتكم وهذا حصانكم للإبداع، فانطلقوا راشدين.